ويلا الحين بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نتوجه وننطلق ونشوف كيف تكون الاحداثيات اللي راح تواجهنا. والله بيني وبينكم متحمس، كم لبثنا انتظرنا فترة طويلة. ويلا الحين انا وياكم متوجهين، نبي نلحق على شيء واحد، نبي نلحق على غروب الشمس. كيف بيكون المنظر من هذيك الجهة؟ خلينا ننطلق الحين. والله طيبين. طبعا الحين جالسين ناخذ لكم لقطات بالدرون، باجي يوم يومين عشان تكتمل اللقطات. المهم حاب نكمل لان للاسف الشاحن خلص، لكن سامعين الصوت. والله طيبين، لكن خلت انزل والله خفت انزل عليه. سامعين الصوت. المهم نخلص من هنا وننتقل حق الجهة الثانية. وهذا الحين مثل ما انتم شايفين جينا عند المحاصيل. بيني وبينكم اللي واضح لي اتوقع هذا حق باذنجان، لكن ابيكم تركزون على شيء واحد. شوف الورق، او يمكن يكون حق طماط. شايفين كيف؟ لان لحد الحين المحاصيل ما بعد تطلع. طبعا شوف كيف الامتداد بشكل كامل، ما شاء الله تبارك الله. ناخذ لفة مثل ما انتم شايفين، طبعا قبل الحصاد وقبل كل شيء. شايفين كيف؟ فالحين شوفوا كيف المحاصيل كذا لفة كاملة بشكل كامل متكامل. عينكم بس على الخضور، عينكم على الطبيعة. ترى الحسا فيها اشياء ما يستوعبها العقل، ولو جاء الشتاء يا ساتر تكون احسن مدينة، احسن منطقة مستوطنة. وفي هالوقت ذا يهتمون في النباتات في البذور وهي تطلع، لان لو كان ما في الحماية اللي تشوفونها ذي بتجي الحشرات وبتجي العصافير وبتاكلها، ما راح يكون في فايدة. اول ما تنبت النبتة يجي العصفور واللي هو يحصدها. لكن مثل ما انتم شايفين شوفوا كيف الاهتمام بشكل كامل. طبعا لو نعطيها شهر الى شهرين ونجي ونشوف النتيجة بيطلع ذا كله خضورة، والشتاء على الابواب، الشتاء قادم. بس بيني وبينكم احب شيء واحد، احب امشي زي كذا واخلي اللي وراي الذكرى التاريخية اللي بنرجع بعدين. انتم شايفين الحين النتيجة اتوقع صح؟ ما في ولا نبتة ولا بذرة، كلها بياض، كلها محاصيل. نرجع بعد فترة معينة كذا قليلة واحط لكم الفرق قبل وبعد. احب النتائج ونشوف كيف النتيجة الاخيرة كيف وصلت. شايفين كيف؟ وجينا عند هالمنطقة، بس ابيكم تركزون على شيء واحد، صوت الاعشاب ذي، صوت الاغصان اللي تمشي عليها. فالنباتات ذي في كل مكان. شوفوا كيف كذا بشكل كامل. بس خلينا نشوف النبتة، الاوراق، تربة، ترى لها دخل. هذه الجهة الثانية المقابلة حق الجهة اللي قبل شوي. شوفوا كيف الامتداد جاي. وصوت البط، صوت الطبيعة عندما تطربك حتما لازم تصمت. شايفين كيف؟ صدقون بعض الأحيان إذا اخترت المنطقة تاخذ فيها صورة، حتى لو كان صورك من جوالك تصويره مش ذاك التصوير، تختار الزاوية بس. مثل هالزاوية ذي اللي شوفوا كيف الأعشاب جاية والأغصان تجيك وربي صورة ما تتوقعها كيف جات. بيني وبينكم الممر ذا يعنيني الكثير الحين، مع هبوب العاصفة وهبوب الجو. الأجواء ترى حقيقة بدأت تزين الحين في الليل. لا شايفين كيف الأغصان تلعب لعب لو كان بعد الحين في أمطار. يا ساتر شايفين كيف؟ وهذه الزاوية الثانية اللي تبين لك ملامح كثيرة. وهذه الجهة حقت القرع. بس بيني وبينكم الحين خلاص بعد الحصاد تكون النتيجة زي كذا. لكن شوفوا كيف المساحة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف الامتداد. والشيء الثاني اللي بقول لكم عليه، شايفين خلاص ما في اللي هو في كم من قرعة، هذه قرعة واحدة بس النبات يكون اكبر من يدك بشكل ما ادري كيف اوصف لكم. لكن الحين خلاص. بس رغم هالشيء شايفين اللي اشوفه، شايفين كيف الثمرة طالعة متعافية، يعني بعد فترة بتكبر أكثر.
والله طيبين. طبعا مثل ما انتم شايفين الحين جينا حق موقع ثاني عشان ناخذ لكم لقطات مجنونه، شيء من التاريخ. طبعا تعمدت مع مغيب الشمس عشان تطلع لنا لقطات جنونيه، لقطات التاريخ يفتح اوسع ابوابه ويقول لنا شوف كيف الجنون الموجود. طبعا بنخش داخل الحين يكمل لقطه بنكملها وبعدها بنشوف الاحداثيات اللي راح تواجهنا ويلا مشينا. والحين مثل ما انتم شايفين جينا عند اكبر حقول مزارع الاحساء. مثل ما انتم شايفين اتوقع عارفينه، هذا العيش الحساوي اغلى ارز في العالم موجود عندنا بالحسا. شايفين كيف لا طعم، لو جربتوه لازم اللي يجي الحسا يجرب. المهم ناخذ نكمل لقطه وبنشوف كيف بتكون الاحداثيات وكيف بتواجهنا. ابيكم بس تركزون. طبعا المساحه ما ينغارب بيني وبينكم، ما عندي خبره بس واضح ما شاء الله تبارك الله مساحه كبيره بالمره كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا من جديد بيني وبينكم. الاجواء كذا طبعا حاليا في الحر درجه الحراره 50، لكن تجي عند المزارع تجيك اجواء، تجيك شيء هفه طبعا، خصوصا وقت غروب الشمس. طبعا باخذ لفه وياكم وابيكم تشوفون كذا بشكل كامل. اسكت كذا صمتا للطبيعه، صمتا. طبعا في جهه هناك خاطر اصورها لكم، فخلنا ننطلق قبل لا تغيب الشمس ويحل علينا الليل، لان لو حل علينا الليل يا ساتر الشتاء قادم. دي انا ما ادري كيف اقولها، بس فعلا الشتاء لجأ لا طقوس الخاصه. وهذا الحين مثل ما انتم شايفين طبعا هذا اللي هو الحب الحساوي. طبعا اتمنى المعلومات اللي اقولها لكم تكون فعلا صحيحه. طبعا نسبه 90% هذا الحب الحساوي، لو كان ما هو الحب الحساوي انا اتمنى تصححوني. فشوفوا كيف حجم الاغصان والنباتات. طبعا بعد فتره طويله بنجي وبحاول احصد وياكم، بتكونوا موجودين معانا ونشوف كيف بتكون النتيجه قبل وبعد. انتم شوفوا عينكم على الامتداد حق الاغصان، شوفوا كيف ممتد. لكن بعدها كذا شهر الى شهرين الى 3 اشهر راح تكون الامتداد بشكل يعني كبير. وطبعا الشيء اللي بقوله لكم معلومة ذي، ليش صار اللي هو العيش الحساوي اغلى رز بالعالم؟ بسبب هالشيء، بسبب ان المويه او نقدر نقول لازم له كمية كبيرة من الماء بحيث يطلع زي كذا، يطلع بنتيجة مجنونة. يعني النتيجة الأخيرة انتم فهمتوا علي. فعلشان يطلع لازم مويه، الكمية ما قليلة، فعلشان كذا سعره يكون اغلى رز بالعالم. فبصور لكم الحين قدام شوي. والحين مثل ما انتم شايفين اتوقع واضح انكم مركزين. شوفوا ما شاء الله كمية المويه. طبعا بناخذ لفة الحين وبنشوف ذيك الجهة، بس ابي اوريكم شيء واحد ركزوا عليه. شوفوا كيف التربة طبعا تكون طينية، شايفين كيف؟ لانه متشبع بالمويه. التربة كلها تحت الى متر الى مترين ممتدة كلها مويه. شوفوا كيف بشكل كامل. والله بيني وبينكم شيء ما ادري كيف اوصف لكم. فخلنا نتواجه كذا يعني مثل ما انتم شايفين. من هناك تبتدي شايفين تصب المويه بحيث تتوزع على كامل اللي هو المربع. وبرضه لو نجي في الاتجاه الثاني شايفين كيف؟ اتوقع سامعين الصوت ويجي يمتد بشكل كامل. المياه تتشبع او نقدر نقول التربه تتشبع بالمويه. شايفين كيف؟ ومثل ما انتم ملاحظين زي ما قلت لكم، شوفوا عينكم على شيء واحد، تركيزكم كله. شايفين كيف كمية المويه الهائلة الكبيرة الموجودة داخل التربة. اتوقع كل شيء ملاحظينه وكل شيء واضح عندكم. والله بالطيبين. طبعا الحين جينا من بين اللي هو يميني يساري، وانا ابيكم تركزون على شيء واحد حاليا. ابيكم تلاحظون شوفوا كيف الارتفاع حق النباتات اللي هو العيش الحساوي، لان بعد فترة راح يمتد ونبي نشوف كيف بيكون المنظر. لأن بيني وبينكم أحب النتائج الأخيرة، الفرق قبل وبعد، لأنه بتطلع نتيجة تاريخية. طبعا دائما زي ما قلت لكم أحب شيء واحد، أخلد أو نقدر نقول ذكرى تاريخية. لازم نصنع شيء أو نقدر نقول نترك بصمتنا في الموقع. المهم
مثل ما انتم شايفين بين الاقصاد. طبعا خلاص احنا نبتعد حل علينا الليل، غابت الشمس كذا اللفة الأخيرة حاليا. وراح يكون لنا لقاء بعد مرور، أو نقدر نقول بنجي وبكون يوم الحصاد معاكم.